خلي الإنسان يخلي إيمانه قوي، يقوي بقيادته، قوي بالله تبارك وتعالى، قوي بالرسالة المحمدية، قوي بأئمة أهل البيت، قوي بالمرجعية الدينية، بالقيادة الحكيمة. خلي الإنسان يكون على بينة من أمره. لاحظ هذا بزمن الإمام سلام الله عليه، بزمن الإمام الهادي، أحدهم كان من أتباع أهل البيت سلام الله عليه، فبعث إليه المتوكل العباسي عليه اللعنة، قال له أريدك تصيغ لي هذا الخاتم من زوجتي. وفعلا جابوا اللؤلؤ أو الخاتم وراد يصيغها، وقعت منهم انكسرت. اليوم راح هذا الليل ما نامه، الليل ما نامه. ليش؟ لأن هذا الوالي دازه لازم يسوي هاي خاتم. وفعلا طرق الباب عليه ليلا أن الحاكم يريدك، فقال هاي اليوم نهايتها. بأثناء الطريق مروا على باب الإمام الهادي، فترخص قال لهم أريد بس أدخل كلمتين ويا الإمام وأطلع. فدخل قال له يا ابن رسول الله الوضعية كذا وكذا. قال اذهب فبيها السلامة. وفعلا راح للمتوكل ودخل، قال له والله نسواني متعاركات ويريدن كل وحدة نفص من هاي اللؤلؤة. شوف شلون الله تبارك وتعالى غير الوضع من حال إلى حال. يريدن كل وحدة لؤلؤة، فقال له اقسمها بالنص وسوي لن 2. رجع للإمام الهادي فقال له ماذا دار معه؟ قال ألا تعلم أن قلوب الظالمين بأيدينا، قلوب الظالمين بأيدي أهل البيت. ينقلون عن السيد الصدر رحمة الله عليه يقول وما زالت بأيدينا، قلوب الظالمين بأيدي أهل البيت سلام الله عليهم. لذلك أكون واحد يخلي اعتقاده بالله تبارك وتعالى كبير. شنو أمريكا، شنو إسرائيل، شنو غيرها من هاي التفاهات التي سوف تسقط يوما من الأيام. هذا اعتقاد جاهلي.